السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وصفة المقرود، يعني وصفة تقليدية ما كانش ما يعرفهاش، ولكن كاين بعض الأخوات ما تنجح لهمش الوصفة. اليوم جبت وصفة معتمدة من عند أمي، ربي يطول لي في عمرها. وصفة ناجحة 100%. المقرود يجي مبسس، يجي معسل، يجي متحوف. كما تشوفوا أنا اليوم حطيت الوصفة بكل تفاصيلها وبكل أسرار نجاحها. سلمو لهنا باش تنجح لنا الوصفة لازم السميد يكون نوعية جيدة ويكون متوسط، والكيلة تاع ليدام نديرو كيلة فايضة ما بين السمن والزبدة، هنا انتم حرين واش تستعملوا، مع 3 كيلات تاع سميد. فوالا نتمنى لا عجبتكم لا فيديو ديروا لي لايك اي بارطاجي او ماكسيموم. لهنا راح نستعمل 3 كيلات تاع سميد وكيلة زايده تاع إدام راح ندير خليط تاع مدينه تاع السمن وتاع لابال. راح نستعمل هذه اللي راح نكيل بها. اذا كيلت الكيله الاولى والثانيه وهذه الثالثه، يعني خليتها باش تشوفوها. الكيله كيما هيك ممسوحه، ممسوحه تاع سميد. راح نفس الكيله اللي كيلت بها السميد راح نكيل ليدام. كما تشوفوا ليدام لهنا، شوفوا فايضة، يعني كيلة فايضة. يعني باش يجينا المقروط تاعنا مبسس مليح. اذا راح نبدا نخلط مبسس مليح السميد تاعي. راح نحاول ندخل مليح ليدام تاعي بهذه الطريقه. كما تشوفوا انا مازلت ما حطيتش الملح. راح ندخل المليح ليدام في السميد تاعي، راح نبسس مليح. لهنا راح العمليه راح تاخذ لكم شويه الوقت، يعني قد ما من نحك كيما هكا راح يجيني المقروط تاعي مليح. راح نحك هكذا، ندخل مليح ليدام في السميد، يعني حتى نتحصل يولي السميد تاعي اللون تاعي يولي ابيض. اذا كيما تشوفوا بعد ما حكيت مليح لاباط تحصلت عليها، شوفوا اونجيغي تقول عليها مرنخه، ولكن انا مازلت ما ضفتش الماء. اللون يعني تبدل شويه، يعني شوفوا لا ديفيرونس لهنا، يعني مازال كون نزيد نحك شويه تولي لاباط تولي بيضاء. اذا لهنا راح نحبس باش نعرفوا هل العجينه تاعنا راهي مبسه، المقروط تاعنا مبس مليح. راح نهز كميه من العجينه وراح ندير هذه الطريقه كما تشوفوا، وراح نرمي الكره هذه لما تحلت سما. لهنا المقروط تاعنا ماهوش ناقص بسوس. الان راح نضيف الملح، ما نكترش، راح ندير مغرف صغيره نحطها لهنا. والان راح نلم العجينه تاعي بخليط من الماء والزهر. راح نكيل بهذه الكيله وراح نشوف نلم العجينه تاعي ونشوف. دونك سا ديبون هنا على كل نوعيه تاع تسميد واش راح تهز لي الماء. اذا راح ندوب الملح هذاك هكذا، وراح نبدا نلم العجينه تاعي. نحاول ما نعجنش، غير نلم. نضيف
يعني هنا نحاول نتحصل على عجينه مش يابسه ومش مرنخه بزاف. نضيف وراح نخلي العجينه تاعي تزيد ترتاح شويه، ولا لقيتها مازالت مخصوصه ما نزيد لها الماء. انا نحاول نلم. اذا لهنا نشوف العجينه تاعي تلمت. اذا هنا راح نخليها تزيد ترتاح حوالي ساعه ونرجع نشوفها. لكن كانت محتاجه الماء نضيف لها، ولكن مش محتاجه راح نبدا نخدم المخروط تاعي. لهنا المخروط تاعي خليته بات ليله كامله. لهنا اللي عندنا الوقت ماذا بينا نخليو المخروط تاعنا يبات ليله كامله باه يجينا مليح. سينو نخليه او مينيموم ساعه. لهنا كيما تشوفوا استعملت كيله تاع ماء وخليط تاع ماء ومزهر، وما كملتهاش الكيله تاعي. درك راني قاعده نشوف لاباط تاعي مازالت يابسه، دونك راح نزيد لها الماء وراح نقول لك نقداه. لهنايا الكميه تاع الماء سا ديبون على السميد اللي استعملنا به خدمنا به. فوالا دونك هنا نحاول غير بصباوعي برك ونلم العجينه تاعي. دونك ها نكمل كذا كامله. دونك نضم بركه. اذا راح نزيد نخلي لاباط تاعي حتى اموا 5 مينوت تزيد ترقد بيسك زدنا يعني تروبوزي بس دابا زدنا في شغل عاودنا باللينار. بالنسبه للغرس لهنا نقيته ورحيته، ضفت شويه تاع زبده شويه زيت شويه قرفه وضفت جنجلانيه يعني هنا اختياري. وبليت الغرس تاعنا بمزهر. لازم هنا نتحصلوا على هذا القوام يكون الغرس تاعنا طري باه يمشينا في لاباط. لهنا عندي ملاحظه لاباط انا قسمتها دي كونتيتي. لهنا ملاحظه هنا لازم نتحصلوا. شوفوا لهنا الحجم تاع ولا لا كونتيتي تاع البودان تاع العجينه تكون اكبر من البودان تاع الغرس باه نتحصلوا على مقروط يجي سوا في الغرس، يعني ما هو زايد بزاف ما هو ناقص. يعني لهنا انا درت افي دوي مي سيلوفو اللي عندها ميزان توزن دير العجينه اكبر من الغرس. ولهنا بيان سور نغطي العجينه تاعي باه ما تيبسناش ونبدا نخدم. كذلك لهنا بالنسبه للبلاطو اللي حطيت فيه الغرس ندهنه بالزيت ونبدا العمليه تاعي تاع نبدا نشكل المقروط تاعي. الان راح نشكل المقروط تاعي. انا بديت شكلت يعني كميه. راح ننزل البودان هذا تاع العجينه راح ندير بهذه الطريقه. ندير نحفرك مليح. وراح نلم العجينه تاعي بهذه الطريقه نقفل على الغرس تاعي.
راح نقسم البودة، هذا كبير بزاف، هنقسمو على 2. وراح نخدم هذه الطريقة. هذا العجينة اللي تخرجك نحيوها، خطرة الرولي كيما هاك نبرم، وخطرة نمشي ركز مليح باه نمشي للغرس تاعك. يعني كي يجيكم طويل تحبوا زيدوا تقسموه قسموه. وراح نخليه نحمص شوي. هنا راح ندير الطابع تاعي، نديرو شويه فرينه وننفضو. فوالا ننفضو وراح نحكم ونشكل ونتركز مليح بهذه الطريقه. يعني لهنا شوفوا ليبيسور خاصك هيك ما يجيناش عالي بزاف وما يجيناش واطي بزاف. فوالا ومن بعد نزيد ندير هذا نلم هاك والآن عفوا راح نبدا نقص. وراح ندير بهذه الطريقة. شوفوا الحبة تاعي، شوفوا الغرس كيفاه مشى لهنا، خاطر درناه طري. ديريه يابس ما يمشيش الغرس. فوالا دوكا خلينا نعطيلكم لهنا. لازم نحط الكعبة تاعي بهذه الطريقة هكا. لازم نقرب مليح الكعبة لاختها باش ما يتحرقلناش الغرس. نعدل اذا هنا باش ما تجيش لا فيديو طويله راح نكمل الكميه تاعي. ملاحظه برك لهنا كما تشوفوا هنا كيعود كاين الفراغ هذا لهنا، نعمروه بالعجينه لهنا باش ما يتحرقلناش الغرس. فوالا المقرود تاعي كملته. لهنا لا كونتيتي هذه درتها ب 500 غرام تاع زبده، يعني خليط بين الزبده والسمن. السميد تقريبا كيلو. لهنا كيفاه نطيبو؟ لانه حين نطيبوه في الدار نسخنو مليح الفور تاعنا ومن بعد نقصو ونحطوه يعني يطيب لمده ساعه غير ربع ولا 40 دقيقه، يعني حتى نشوفوا الحواشي يحمروا. لهنا اللون تاع كيفاه يطيب لازم تحصلوا على كولور دوغي، نخليوهش يحمر بزاف وما نخليوهش اخضر، سينو نبعتوه للكوشه.